السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد علينا وعليكم، يعود يا ربي بالصحة والسلامة. طبعا حبيت أشارككم بهاي الأكلة، أكلة المقلوبة السمك أو مكبوس السمك اللي هو سمك النويبي. تمام. حبيت اليوم أشارككم بهاي الأكلة اللي هي بسنة 2023، سنة إن شاء الله خير علينا وبركة يا ربي. وبما أن إحنا بداية شهر الواحد 2023 يا رب. وهنا مثل ما جاي تشوفون عندي هنا طماطة قصصتها أقراص، وبصل قصصته أيضا أقراص، شرحته أقراص. وعندي هنا السمك تبلته مثل ما جاي تشوفون، تبلته بماي وملح، وشوية حطيت عليه خل على مود تروح الزفرة من عنده. وهذا الرز مقدار تقريبا كيلو إلا ربع. وهاي نوعية البهارات اللي انتم اعتدتوا عليها اللي انا دائما استخدمها. وعندي هنا خلطة راح ايضا استخدمها بالمقلوبة او بالمكبوس السمك، اللي هو عبارة عن ثوم وفلفل اخضر حار او حراق. تمام. وهسه راح ابدي على بركة الله. اول خطوة راح ابديها هي راح ابدي اشوح البصل، بعدين الطماطة، وهكذا وبالتدريج. تابعوني وشوفوا خطوات المكبوس السمك شلون راح اسويه على طريقتي انا حسن. رجعت لكم اعزائي المتابعين. واول خطوة هسه خلينا الزيت مثل ما جاي تشوفون، خلينا الزيت. وهسه راح نبدي نشوح البصل بالخطوة الاولى. ما مشترك بقناتي خليه يشترك بقناتي ويفعل الجرس حتى يوصل لك الشيء جديد من عندنا. هسه راح ابدي اشوح البصل يعني جزء ورا جزء وارجع لكم. راح نسوي وياكم خلطة مثل ما نقول خلطة تتبيلة السمك. راح نخلي الكركم، وراح نخلي الفلفل الاسود 7 بهارات، وراح نخلي بهارات الكاري وكم ملعقة طحين. وهسه امامكم راح اسوي التتبيلة السمك او خلطة السمك المبهرة. اسوي كمية وبعدين اضمنها احتفظ بيها. وراح هسه اخلي الكركم، طبعا هو الكركم الاساس. تمام. اخلي كمية الكركم مثل ما قلت لكم هو الاساس. وراح اخلي الفلفل الاسود، خلينا الفلفل الاسود. وراح اخلي ال7 بهارات، ما اخلي كمية كبيرة. وراح اخلي وياكم بهارات الكاري، وهاي خلطة السمك اللي هي تتبيلة السمك. تمام. وراح اخلي قليل من البابريكا الحارة، قليل مو هواية. وارجعكم راح اخلي قليل من البابريكا الحارة. وابدي اخلط كل المواد. خليني هسه نشوف وياكم البصل وين وصل بالتشويحة مالته. خلينا نشوف البصل وياكم.
ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا بدا شلون يتشوح البصل. بعد رايد له هاي الصفحة شوية وارجع. راح ننزل اعزائي المتابعين بالطماطم. راح نبدي نشوح الطماطم. أعزائي المتابعين الكم، وهذا بدينا نطبخ الرز تبارك الرحمن. وهسه راح نبدي نقلي وياكم السمك. رجعنا لكم اعزائي المتابعين، وهسه راح نخلي التتبيله مثل ما قلت لكم، تتبيله السمك اللي هو السمك النويبي. راح نتبله تتبيله من هاي العدله ويا هاي الخلطه السريه. تمام. نقلبه على الجهه الثانيه ايضا هالشكل، نخلي له. تبله عدل من كل الجهات هالشكل. وراح هسه ننزل بيه على الطاوة. بسم الله. وراح هسه نخليه يعيش حياته. راح نبدي اول خطوه. طبعا احنا قلينا طماطم، قلينا البصل، هذا تبارك الرحمن الرز هذا، والسمك جاي يتقلى. هسه اول ما راح ننزل بهاي الخطوه راح نخليه بالضبط هالشكل بالقاع الاسفل البصل والطماطم. نبدي نوزع البصل هالشكل، هاي الطريقة. هاي طريقة نوزع البصل والطماطم. وهسه نخلي السمك بعدها، وبالتدريج راح يكون على شكل طبقات. وارجع لكم اعزائي المتابعين. هسه خليناه شويه على النار، وراح ابدي انزل بهاي تتبيله الثوم والفلفل الحار مثل ما جاي تشوفون، والزيت. انزل اوزعها هالشكل بهاي الصوره هالشكل، اوزعها عليه. هاي تتبيله المكبوس السمك. ونشوف وياكم السمك همه. ما شاء الله تبارك الرحمن. نقلبه بالجهه الثانيه. نكمل تقليب تبارك الرحمن. وهسه راح نطلع السمك، راح نخليه هنا.
وهسه نرجع لكم نكمل تبارك الرحمن. وهسه راح ننزل بالتمن او الرز عليه الطبقه الاخيره. مثل ما قلت لكم راح ننزل بالطبقه الاخيره اللي هي التمن تبارك الرحمن. هسه راح ننزل ونضغط عليه. هاي الطريقه بالتساوي. وهاي طريقة مكبوس لحم، العفو دجاج، العفو مكبوس سمك. احنا سوينا بالقناة مكبوس لحم، سوينا مكبوس دجاج، سوينا مكبوس. اريد اسوي لكم مكبوس كفتة، اريد اسوي لكم مكبوس كفتة. وهسه كمل التمن الموجود عندنا. خلينا كل الرز او التمن الموجود. وهسه راح نبدي نساويه وراح نبدي نضغط عليه. هاي الصورة نضغط على الرز هالشكل على مود يطلع عندنا قطعة واحدة من نقلبه بالصينية. اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصل له كل شيء جديد من عندنا. وارجع لكم هاي المقلوبة ورجعنا لكم اعزائي المتابعين. وهذا غدانا السريع والمتواضع. شوفوا مقلوبة سمك او مكبوس سمك، يعني حسب دول الخليج يسمونه مكبوس سمك واحنا نسميه مقلوبة سمك. والف عافية راح يجرب طريقتي وراح يشوف هالطعم واللذاذة والمذاق فوق ما تتصورون. الما مشترك بالقناة خليه يشترك بقناتي ويفعل الجرس حتى يوصل له كل شيء جديد من عندنا. ولا تنسوني بالدعم واللايكات. ومع السلامة.